هاي، رجعت لكم فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. وعدت نفسي انه راح انزل لكم فيديوهات، وطبعا بتشجيعكم ومحبتكم ان شاء الله راح نكمل في مسيرتي. فيديو اليوم نتحدث عن تخطيط للعام الجديد 2023. جبت لكم تخطيط سهل بسيط، ان شاء الله كامل تستفيدوا منه. وبرك لا تنسوا تديروا لي جام وتابعوني في العشان، وخلونا نبداو بالفيديو. اول حاجه تديروها قبل التخطيط انه تكتبوا قائمه للحوايج اللي حابين تديروها قبل نهايه 2022 باش تخططوا للعام الجديد. اخدموا لوحه اهداف واكتبوا فيها كل اهدافكم وزينوها وعلقوها في اي بلاصه. ثالث حاجة كان حبيتوا اكتبوا رسالة تاع شكر لواش قدمتوا في هذا العام، وهذا الشيء يحسسكم انه بذلتوا مجهود في تحقيق اهدافكم، وان شاء الله تحققوا اكثر في هذا العام الجديد. رابع حاجة احتفلوا بانجازاتكم الصغيرة والكبيرة، فهذا الشيء يساعدكم على تعزيز انفسكم وتحقيق اهداف اكبر. في التخطيط نتاعكم خصوا ورقة تكتبوا فيها 12 عادة سلبية حابين تتركوها وتتخلصوا منها. طبعا ما تنسوش تخصوا ورقة تكتبوا فيها الحوايج اللي حابين تديروها في العام الجديد، مثلا تتعلموا لغة جديدة، تقرأوا 5 كتب إلى آخره. في ورقة أخرى حدوا 12 عادة جديدة حابين تكتسبوها خلال العام الجديد. تحرر من خوفك، هذه الجملة حبيتكم الكل تكتبوها لأنها راح تكون عنوانكم للعام الجديد. في نهاية الفيديو حابة نقول لكم إن شاء الله تبدأوا عام جديد مليء بالنجاحات، وتبذلوا كل مجهودكم باش تحققوا فيه أهدافكم. وما تنسوش بلا ما نقول لكم ديروا لي لايك واشتراك، ومع السلامة، نلتقي في الفيديو الجاي.